السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مربى التين بكل سهوله. عايزه اقول لكم ان هي احلى وانضف واوفر من بره بكتير، من غير سكر زياده ولا جيلاتين ولا مواد حافظه ولا الوان صناعيه. حاجه كده بيتي وان شاء الله هتعجبكم. حلوه اول سندوتشات المدرسه، كمان حلوه للفطار. وهقول لكم كل الاسرار والتركات اللي تنجح معاكم التين، ازاي نشتريه، كمان ازاي نحفظها في التلاجة من غير ما تبوظ معاكم. لو عايزينها بيوري او قطع هنقول هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معايا كيلو من التين، ولو عايزين تقللوا المقدار عن كده او تزودوه زي ما انتوا حابين. هقول لكم على كام نصيحه وانتوا بتشتروا التين عشان المربى تنجح معاكم. اول حاجه بننقي كده الحبايه اللي تكون جامده وماسكه نفسها، ما تكونش طريه ومهريه. كمان بننقيها من فوق كده تكون مقفوله، ما تكونش مفتوحه قوي، يعني لو فيها فتحه صغيره زي ما احنا مش شايفين كده تمام. واحنا بننقي التين لو حسيتوا ان في واحده كده بايظه ما تحطوهاش في المربى عشان دي هتبوظ لكم المربى معاكم. كمان التين واحنا بننقيه ننقيه لونه فاتح، ما نلاقيش اللي هو لونه غامق. ساعات كده بيكون في تين مدي على لون مسمر شويه، ده بلاش منه، هيغمق لكم المربى والنتيجه مش هتكون حلوه. بنغسل بقى التين كويس جدا جدا، بعد كده بنقطعه اربع تربع او اي تقطيعه، هي مش هتفرق. هبتدي ان انا اضيف كوبايه ونص من السكر حبيبات، يعني 300 جرام. في ناس بتحط على الكيلو فاكهه كيلو سكر، او بيحطوا نص كيلو سكر. بصراحه الكميه كبيره جدا وهتحسوا ان انتوا بتاكلوا سكر، مش هتحسوا بالفاكهه اللي انتوا بتاكلوها. لكن 300 جرام مظبوط جدا جدا وبيطلع في الاخر تحفه. بقلب بقى كده السكر مع الفاكهه كويس لحد ما الاقي ان السكر يعني هو مش هيدوب قوي، بس يعني بنقلبه كده لمده دقيقه دقيقتين. واحنا بنقلب هتحسوا كده ان هو ابتدى يجيب ميه. طبعا المربى مش بنحط لها ميه خالص. في ناس بتاخد المربى على كده وبتبتدي ان هي ترفعها على النار، لا انا ما بعملش كده. انا بعد ما بقلب كده السكر زي ما احنا ما شايفين بدخلها التلاجة وبسيبها 4 أو 5 ساعات، ولو عندك وقت سيبيها ليلة في التلاجة. طبعا نكون مغطينها. هتلاقوها بقى نزلت المية، والنتيجة واحنا بنعمل مربى بتكون احلى بكتير من ان انتوا كده تعملوا المربى على طول. الطريقة دي حلوة جدا جدا، جربوها وهتعجبكم ومش هتبطلوا ابدا ان انتوا تعملوها. انا خلاص كده دوبت السكر شوية في التين، طبعا مش بنسبة كبيرة، وبغطيها وبدخلها التلاجة. بصراحة انا كنت عاملاها بالليل، ودي كده تاني يوم بصوا عاملة ازاي. نزلت السوائل شايفين، وما حطيتلهاش مية خالص، ما تقلقوش هي كده هتنزل مية منها لنفسها. وبقلبها مع بعض. بعد كده هبتدي بقى ان انا ارفعها على البوتاجاز. بحطها كده الاول في الحله، بنزل بقى كده كل حاجه. والافضل ان انتوا تجيبوا حله يكون ارتفاعها عالي عشان لما يحصل غليان كده وفوران ما نطقعش كده من الحله وتبهدل لكم البوتاجاز. هنرفعها بقى على البوتاجاز ونقول التسويه المظبوطه عشان تنجح معاكم. برفع بقى كده المربى على النار العالية، وأول ما هتبتدي تغلي معانا هنلاحظ كده إن هو بقى يطلع ريم. ده طبعا طبيعي ما تقلقوش، بس أهم حاجة أول ما تغلي لازم نهدي عليها النار. وطول فترة التسوية احنا مش بنغطي الحلة. لازم بقى نشيل الريم ده، لأن احنا لو سيبناه ده هيبوظ معاكم المربى، وهتلاقوها كده عملت طبقة عفونة من فوق، ومش هتقعد معاكم فترة طويلة وهتبوظ منكم. طبعا لان احنا مش حاطين مواد حافظة، فلازم تمشوا على الخطوات اللي بقولكوا عليها عشان ان شاء الله تنجح معاكم وتقعد اطول فترة في التلاجة. واحنا بنشيل الريم كده منضغطش لتحت علشان منشيلش من السوائل اللي موجودة في التين. لازم كده من فوق وبالراحة واحنا بنشيل. انا شلت كده الريم، واتبقى كده معايا شوية صغيرة اللي احنا شايفينهم دول مش هيأثروا بأي حاجة، عادي جدا. وبسيبها على النار الهادية لمدة نص ساعة، وده كده بيكون شكلها بعد نص ساعة. ما شاء الله القوام بتاعها حلو جدا ولونها تحفة، ولا غامقة ولا أي حاجة. بعد كده هبتدي ان انا اضيف 4 معالق كبيرة من عصير الليمون. انا معايراها بمعلقة الاكل، يعني جبت ليمونتين كبار وعصرتهم وشلت البذر. بعد كده هبتدي ان انا اقلبها وبسيبها تاني على النار الهادية لمدة 10 دقايق. وكده هتكون المربى جاهزة معانا. عايزة لكم ريحتها حلوة جدا جدا، وبجد القوام بتاعها تحفة. انا كل ما بقلب بيطلع دخان، فانا مش هقلب كتير عشان تشوفوا معايا المربى. بصوا بقى المربى عاملة ازاي، بجد يا جماعة فظيعة. انا بصراحه حطيت 3 وحدات من القرنفل، هو اختياري لو حابين ان انتوا تضيفوه، بس هي بتدي ريحه وطعم حلو قوي لمربى التين. مش عايزين استغنوا عنها. انا حطيتها بس للاسف الكاميرا ما كانتش صورتها، كانت فصلت معايا. وهشيلها معاكم وهوريكم القرنفل اللي انا حطيته. لو عايزين كده خلاص بقى المربى جهزت معايا. لو عايزين المربى قطع هقول لكم نعملها ازاي، ولو عايزينها اللي هي بيوريه كده وتكون ناعمه برضه هقول لكم هنعمل ايه. طريقة سهلة جدا وبسيطة، اعملوها في البيت أحلى وأوفر وأنضف من بره بكتير. وبجد لو جربتوا طريقتي مش هتبطلوا ان انتوا تعملوا المربى في البيت. هي كده خلاص بقت جاهزة معايا، يعني بعد الغليان حطيتها على نار هادية لمدة نص ساعة، بعد كده عصير الليمون وسبتها تاني 10 دقايق على نار هادية.
بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين المربى عامله ازاي؟ ريحه، طعم، لون، قوام، بجد تحفه. ريحتها حلوه جدا جدا. القرنفل بجد موديها في حته تانية خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. لو جربتوها بالطريقه ديت انسوا اي مربى انتوا عملتوها قبل كده. احلى بقى وانضف من بره بكتير. يعني شوفوا بره بتتباع بكام وانتوا هتكلفوها في البيت بكام. كمان بره بيحطوا كميه سكر كبيره جدا وواحدتين بس كده من الفاكهه، لكن احنا مقللين السكر ومكترين الفاكهه، فهيكون طعمها احلى ان شاء الله. والقوام بتاعها مظبوط جدا جدا، ولا هي خفيفه ولا ان هي تقيله. نبتدي بقى كده ان احنا نهرسها. ده لو احنا عايزينها قطع، اهرسوها باي حاجه، بشوكه، بهراسه، او بالمعلقه الاسباتولا زي ما انا بعمل كده، زي ما انتوا حابين. وهرسوا لحد ما تحسوا كده قطعه الفاكهه اللي انتوا عايزينها تكون ظاهره، يعني حجمها قد ايه. والجزء التاني اللي انا هعمله اللي هو البيوريه، باخد جزء كده من المربع حسب بقى الكميه اللي انتوا عايزينها، وحطوها في الخلاط واضربوها لحد ما تنعم معاكم. بس في الحالة دي هنرجعها تاني للحلة تاخد غلوة واحدة بس، علشان بس نتأكد ان هي ما تبصش معانا، عشان ممكن يكون الخلاط كان فيه نقطة مية او حاجة. فالأضمن بعد ما نضربها في الخلاط بنرجعها تاني على الحلة تاخد بس غلوة. وده كده بيكون شكلها. دي كده المربى القطع بجد تحفة. ريحتها حلوة جدا وطعمها ان شاء الله ان شاء الله انا متأكدة ان هي تعجبكم. طبعا بنحطها كده وهي سخنة، ونسيبها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده بنغطيها كويس وبندخلها التلاجة. مينفعش ندخلها التلاجة وهي سخنة او دافية عشان ما تبوظش معاكم. ودي كده المربى البيوريه. شايفين عاملة ازاي؟ رهيبة، احلى من بره بكتير. سهلة وزي ما شفنا مش مكلفة خالص، وان شاء الله تنجح معاكم من اول مرة. وطبعا بنسيبها في التلاجة، بتقعد معانا من 10 ل15 يوم، ما بيحصلهاش اي حاجة. ده كده كان الفيديو النهاردة. عملنا مع بعض مربى التين للمدارس بأسهل طريقة. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وما تنسوش اللايك. أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.